اجمل ناس في الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. ايه رأيكم بقى النهاردة في الغدا بتاعي كده كان حاجة خفيفة كده، شوية شوربة خضار كده، بس عايزة اقول لكم طعمهم ايه، وكمان شوية لحمة محمرين، مش محمرين، مشويين في البيت، بس عايزة اقول لكم طريقتهم عسل عسل. واتحداكم لو كنتوا عرفتوها قبل كده ان شاء الله هعملها لكم فيديو كامل لوحدها. وكمان حبة رز بشعرية بقى سخنين مفرفرين كده، ايه تحفة. قلت يا بت بقى بعد الغدوة جيت ما بديهاش، تعالي يا بت البسي هدومك، تعالي نخرج شوية نغير جو. المهم يا حبايبي ما نكدبش عليك، وطلبنا اوبر وقلنا نخرج بقى كده شوية، ايه نفك كده ونغير جو. وهنروح بقى مكان عسل عسل عسل، منك كده للخلا، منك للخلا، يا ترى هو ايه؟ دلوقتي هوريكي هو ايه. معلش بس على الفيديو متصور بالطول لان ولاد اخواتي هما اللي كانوا بيصوروا. رحنا فين؟ رحنا المقطم. عايزه اقولك المقطم ده عالم تاني، والله العظيم يا حبايبي، عالم تاني. القعده فيه ما تبقيش عايزه تروحي البيت. اولا الجو الحمد لله كان حلو جدا. ثانيا الاجواء بتاعته هناك ظريفه قوي قوي قوي. وكمان طول ما انت قاعده على الارض معمول لك نظام الشلت ولا القعده العربي دي، عايزه اقول لك بتريحك جدا جدا، انك تقعدي اطول وقت ممكن. ليه؟ القعده حلوه، ما تبقيش متكتفه على الترابيزات وكده. عايز تقعدي على الترابيزات براحتك، عايز تقعدي على اجواء القعدات العربيه دي براحتك. بس عايزه اقول لكم اللي ما راحش فاتوا كتير قوي. هنا بقى بقول لك اوعي تنسي اللايكات الحلوه، وكمان اشتراكك الجميل اللي بتنوريني بيه. يلا يا حبايبي بقى، نفسي اتم الالف